عمرك شفت زلمة بيترمي في الزيت بيغلي وهو بيضحك؟ تخيل ملك الروم وقفه قبال صليب وحطه بين خيارين: يا يسجد لصليب ويعيش ملك، يا بتترمي في هالزيت وبتنحرق في ثواني. والرد اللي حكاه خلى الملك ينهار ويبكي من القهر قدام جيشه. شو اللي صار؟ القصة بدت أحداثها سنة 19 هجرية، لما كان المسلمين بيفتحوا البلاد وبيوصلوا للعالم. في هالوقت وقع واحد من أبطال الصحابة اسمه عبد الله بن حذافة السهمي أسير في يد الجيش الرومي العظيم، وكان معروف عن شجاعته وذكائه. ملك الروم اللي كان واحد من أقوى حكام الأرض وقتها سمع هالأسير المسلم. كانت الأخبار وصلته عن قوة إيمان المسلمين وثباتهم، فعرف إن عبد الله مش أي أسير عادي. الملك قرر يستغل عبد الله عشان يكسر شوكة المسلمين ويفرج عن جيش العظيم إن المسلمين ضعاف وبيخافوا من الموت. أمر حراس يجيبوا عبد الله على قاعة العرش الكبيرة وسط حشد من قادة الجيش والنبلاء. الملك كان قاعد على العرش الفخم، وجنبه كان في صليب ضخم مصنوع من ذهب وآلي ومجوهرات اللي بتبرق. الملك اطلع في عبد الله بن حذافة وقال بلهجة فيها غرور وثقة نفس: يا عبد الله، قدامك فرصة العمر اللي ما بتتكرر. ادخل في ديني، يعني صير مسيحي، واسجد لهذا الصليب العظيم اللي شايفه، وبالمقابل أنا بعطيك نص ملكي العظيم هذا، وبجوزك أجمل بناتي الأميرة، وبخليك واحد من قادة الكبار ووزير عندي. شو رأيك؟ كان عرضه مغري جدا لأي حد، كأنه بيحكي له: اترك دينك وخد الدنيا كلها. ووقتها عبد الله بن حذافة اللي كان واقف بكل عزة وكرامة اتطلع في الصليب، وبعدين رجع اتطلع في الملك بكل شجاعة. قال له بصوت ثابت وواضح: والله يا ملك الروم، لو أعطيتني ملكك هذا اللي شايفه، وكمان ملك كل العرب والعجم، على شرط أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم لو لحظة بسيطة، والله ما بعملها. وعروقه برزت من شدة قوة الإهانة والزعل اللي أجاه، واللي حس فيه قدام جيشه كامل. ما كان متوقع هالرد، حس إنه كرامته انضربت في الأرض. والملك قرر ينتقم، والملك أمر بصوت عالي: هاتوا القدر الضخم. وبعدين جابوا له قدر نحاسي عملاق أكبر من القدر اللي بتتخيله، وملوه بالزيت وشعلوا تحتيه نار قوية، فظلت مشتعلة لساعات، ولدرجة إن الزيت صار يغلي ويفور ويطلع صوت مرعب، وبخاره السخن كان بيحرق وجوه الوشوش من بعيد. وعشان يكسر نفسية عبد الله جاب له أسير مسلم ثاني من أسرى الحرب، كان مقيد ومربوط بسلاسل. الملك صرخ فيه: اسجد للصليب أو تموت موتة بشعة. الأسير اللي جابوه المسلم رفض، فرموه في الزيت المغلي قدام عيون عبد الله. المشهد كان فظيع وما بتخيله أي عقل بشر، بس في لحظة واحدة اللحم داب والجلد تحول لرماد والعظام صارت تطفو فوق الزيت، وريحة بشعة انتشرت في كل المكان. بعدين الملك رجع وطلع في عبد الله وقال له بصوت كله تهديد: هيا يا عبد الله، لسه على رأيك؟ الدور عليك، يلا اسجد للصليب وبتعيش ملك، يا بتترمي وراه وبصير لحمك عظم زي صاحبك. عبد الله مشي باتجاه القدر ثابت الخطى، ما اهتز منه ولا شعر. بس وهو ماشي فجأة دموعه نزلن بكى، وهنا الملك انبسط ووقف وضحك ضحكة النصر. رجعوه أخيرا، خاف من الموت وهذا الجبان بده يخضع للصليب. بس لما عبد الله وقف قبال الملك مسح دموعه اللي كانت دموع العز مش الخوف، وقال له بصوت واضح وهز القصر: أنا ما بكيت لأني خايف من الموت في هالزيت يا ملك الروم، أنا بكيت لأني تمنيت لو كان عندي 100 روح، يعني 100 نفس، تترمي في هالزيت هذا واحدة ورا التانية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنا ما عندي إلا روح واحدة بس. الملك هنا انشل تفكيره وصار بمكانه زي الصنم، مش قادر يستوعب هالإيمان والثبات. حس إنه انضرب إهانة ما صارتش في التاريخ، ما قدر يكمل إهانته أو قتله. حب ينهي الموضوع بأي طريقة عشان يحفظ كرامته، فقال له وهو شبه مستسلم: طيب بوس راسي وبخلي سبيلك أنت وبس. بس عبد الله بن حذافة كان ذكي كتير، ما فكر بنفسه بس، فكر في إخوان المسلمين اللي معاه في الأسر.
تسيبني أنا وكل الأسرى المسلمين اللي عندك، عددهم تقريبا 80 زلمة، وببلد فلسطين والشام عنا كل 100 زلمة بتعني رجل. المهم خلينا نكمل قصة. جينا للفقرة المطلوبة. بعد ما قال له الإسلام من عندك، الملك استسلم ووافق وهو مقهور ومجبور. وفعلا عبد الله بس راسه عشان ينقذ أرواح 80 مسلم، مش بس روحه. لما رجع عبد الله ومعه كل الأسرى للمدينة المنورة، والخبر وصل لسيدنا عمر بن الخطاب، وعمر رضي الله عنه كان فرحان فيهم كثير. ومن فرحته وفخره باللي عمله عبد الله، قام بس رأس عبد الله قدام كل الصحابة وقال كلمة اللي صارت تاريخ: حق على كل مسلم أن يقبل راس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بنفسي. في الخاتمة بدي أحكي: وهذا هو الإيمان اللي عن جد، لا هز ملك ولا خوف صليب ولا زيت بغلي، وهذا الإيمان اللي بنفتخر فيه. السؤال لك يا أخوي اللي بتحضرنا الحين: لو كنت مكان عبد الله ووقفوا قبالك الصليب والزيت، شو كان راح يكون موقفك في هذه اللحظة؟ وبس اكتب الله أكبر وصلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وشارك الفيديو لكل اللي بتعرفهم عشان الكل يعرف عزة ديننا وأبطالنا. يمكن تكون صدقة جارية إلنا وإلك.